عشت يا مصر وعاش ولادك يبنوا في مجد يزيد أمجادك. نموذج المضيء معانا النهاردة هو الباش مهندسة تهاني عامر، المصرية اللي بتشتغل في وكالة ناسا. اتجوزت وهي لسه عندها 17 سنة، وما كانتش كملت دراستها في مصر. سافرت مع جوزها أمريكا سنة 83. كانت عاشقة لمادة الرياضيات، رغم إنها خلفت وبقى معاها أطفال، لكن قررت إنها تكمل دراستها ودخلت فعلا كلية الهندسة، وحصلت على بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، وكمان ماجستير في هندسة الطيران، والدكتوراه كانت في هندسة المركبات الفضائية. ولأن طموحها كان دخول وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، صممت وقدرت تحقق الطموح ده وتشتغل مع علماء عظماء، وكمان سجلت براءة اختراع. معانا النهاردة شخصية عظيمة جدا، شخصية ما استسلمتش لكل الظروف، ورغم كل التحديات اللي واجهتها في حياتها أصرت على تحقيق حلمها. هاني هي أول امرأة مصرية تشتغل في ناسا، وهي خامس امرأة مصرية تصل للعالمية. الحقيقة هي فخر لكل امرأة مصرية، وهي قدوة لكل شاب ولكل فتاة، إننا دايما نقدر نوصل لأحلامنا ونحققها مهما كانت التحديات ومهما كانت الظروف. القوة جواك، القوة في عقلك، القوة في تمسكك بحلمك. شايلك في قلبي